السلام عليكم مع وصفات أم البنات روز. بسم الله بدينا وعلى نبينا صلينا وكي راهم دايرين حبابي. اليوم جيت نقاسم معاهم وصفة سهلة وسريعة والأهم صحية، مليئة بالفيتامينات، تحمي أجسامنا من الكثير من الأمراض، منها تقلل الكوليسترول في الدم ومشاكل الجلد والشعر ومشاكل القلب وغيرها كالكثير والعديد من الأمراض. هذا وصفة اليوم، وصفة صحية 100%. وصفة اليوم غنية بالفيتامينات، منها الأوميغا 3 الموجودة في السردين، والحديد والكالسيوم الموجود كذلك في الأرز والسردين. سخوني الوصفة تاع اليوم تجي بنينة ومذاقها هبال. أيا مع بعض نشوفوا طريقة التحضير. عندي كمية من السردين على حساب أفراد العائلة تاعي، كنت نقيتها وخليتها تكتر في كسكاس وطحنتها وتحصلت على دي النتيجة اللي راكم تشوفوا فيها. عندي حوالي ربع مغارف كبار أرز مطحون. أنا عندي هنا الأرز كنت طحنته ودرته في علبة ونبلعه ونخليه كي نحتاجه نستعمل منه. ربع مغارف أرز نضيفها على كفتة السردين، وعندي حوالي 4 حتى 5 فصوصة توم نربوهم كيما راكم تشوفوا معايا. ونضيف لهم كمية من المعدنوس ونتبلوهم بنص مغرف ملح صغيرة ونص مغرف صغيرة حرور ونص مغرف صغيرة فلفل حلو ونص مغرف صغيرة كمون، ونخلطوا قاع المقادير مع بعضها البعض ونكوروه إلى كرات صغيرة كما راكم تشوفوا معايا. في ذا الوقت ندير مقلاة على نار متوسطة ونربي فيها حوالي 4 سنينات توم، ونضيف عليهم مغرف كبيرة طماطم مصبرة وحوالي مغرف صغيرة سكر، والتوابل نفسها اللي تبلنا بها كفتة السردين نضيفوها هنا. ربع مغرف صغيرة حرور وربع مغرف كمون ومغرف صغيرة فلفل حلو، ونخليهم يتقلوا على نار هادية، ونضيف عليهم حوالي 3 حبات طماطم كنت طحنتها كما راكم تشوفوا معايا. نخلط المقادير مع بعضها البعض ونضيف حوالي 3 كيسان ماء دافي، نضيف كمية من المعدنوس ونضيف كرات السردين ونضيف وريقة رند ونغلق عليها ونخليها تطيب على نار هادية. وهذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها بعد ما طابت لاصوص وكرات السردين مع الأرز المطحون. ونشوفوها مع بعض في طبق التقديم. هنا كنت رشيتها بكمية من المعدنوس. وصفة اليوم صحية 100%،
وبنتها هبال كما غادي تشوفوا معايا. هنا انا كنت قدمتها في هذا الصحن، وهنا حطيتها في صحن التقديم كما راكم تشوفوا معايا. نتمنى تعجبكم، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. جربوها الشيرات وردوا عليا في لي كومونتير فضلا وليس امرا. غادي نقسم امامكم حبه ونشوفوها كي جات في الوسط. صدقوني طبق اليوم صحي وبنين 100%. انا كنت رافقتها مع سلطه مع وصفات ام البنات روز. سلام.